مرحبا بكم في كنوز الماضي. لطالما عرف الإنسان بشغفه لإثبات سلطته وهيبته عبر العصور، وفي إطار هذا السعي ظهرت طرق مروعة للإعدام لم تكن فقط وسيلة لإنهاء حياة المحكوم عليهم، بل تحولت إلى عروض دموية تخدم أغراضا سياسية واجتماعية ودينية. هذه الطرق لم تكن مجرد وسائل للعقاب، بل كانت تجسيدا لمفاهيم الرعب والقسوة، وبقيت شاهدة على الجانب المظلم من تاريخ البشرية. العقاب بالتعذيب، نشر الجسد في الإمبراطورية الفارسية وجدت طريقة تسمى النشر، حيث كان الجاني يربط بين لوحين من الخشب ويشطر جسده إلى نصفين باستخدام المنشار. كانت هذه الطريقة تستخدم ضد أعداء الدولة أو الخونة، وكانت تنفذ ببطء متعمد لإطالة معاناة الضحية. لا يمكن تصور الألم الذي كان يعيش هؤلاء وهم يدركون نهايتهم القادمة، بينما كان الجمهور يشاهد بلا رحمة. الموت بالثدي المعدني في أوروبا في العصور الوسطى اشتهرت أداة تعرف باسم الثور البرونزي، وهي عبارة عن تمثال معدني يشبه الثور يحشى داخله المحكوم عليه بالإعدام. يتم إشعال النار أسفل التمثال، مما يؤدي إلى شواء الضحية حياً، وكان التصميم يسمح بخروج صرخات الضحية على هيئة أصوات تشبه خوار الثور، مما يزيد من رهبة المشهد. الصلب، وسيلة الإمبراطورية الرومانية. اشتهرت الإمبراطورية الرومانية بطريقة الصلب كأداة عقاب للخارجين عن القانون والعبيد المتمردين. كان الضحية يعلق على صليب خشبي في وضعية تجعل التنفس معاناة بحد ذاته، ما يؤدي في النهاية إلى الاختناق أو الموت البطيء بسبب الإرهاق والجفاف. ورغم بشاعة هذا العقاب، إلا أنه كان ينفذ علنا لتكون رسالة واضحة لكل من تسول له نفسها معارضة السلطة. الإعدام بالإغراق في الماء المغلي في القرون الوسطى. لجأت بعض الحضارات إلى غلي المحكوم عليهم أحياء. كان يغمس الضحية تدريجيا في قدر ضخم من الماء أو الزيت المغلي. كان هذا النوع من الإعدام يستخدم بشكل خاص ضد المتهمين بالسحر أو الجرائم الكبيرة، حيث كانت المعاناة البصرية تعتبر درسا قاسيا لكل من يشاهد. العقاب بالموت تحت الفيلا في جنوب آسيا، وخصوصا في الهند القديمة، كانت الفيلا تستخدم كأداة إعدام. كانت هذه الحيوانات المدربة تجبر على سحق المحكوم عليه بطريقة تبرز هيبة الحاكم وسطوته. كانت الفيلا قادرة على قتل الضحية بسرعة أو بإبطاء الموت بناء على رغبة الجلاد، مما يعكس دقة التدريب ووحشية الهدف. لقد كانت هذه الطرق مجرد أدوات تعبير عن السلطة والقوة، لكنها تعكس أيضا مدى قدرة الإنسان على خلق وسائل تنطوي على التعذيب البشع والرعب. ومع تطور المجتمعات وظهور القوانين الحديثة، انقرضت هذه الأساليب لتصبح جزءاً من صفحات التاريخ السوداء التي تذكرنا بضرورة العمل من أجل إنسانية أكثر رحمة وعدالة.